شوفوا القوام ما شاء الله، هشة ولذيذة. كيكة لذيذة وبدون بيض. هلأ رح نحط كاسة نص سكر. رح نضيف كاسة ونصف من السكر ببولة عميقة. رح نضيف نصف كوب من الزيت، كاسة ونصف من المي المغلية، وهي نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم، ملعقة طعام من الخل. ورح حرك كل هاي المكونات مع بعض لحتى يدوب السكر بالمي المغلية. ضفت كوبين ونصف من الطحين مع 3 ملاعق طعام من الكاكاو الخام، 3 ملاعق صغار من البيكنج باودر، ورشة صغيرة من الملح. وراح ضيف ملعقة صغيرة من اي نوع من النسكافيه انتو بتحبوه. بننخل المكونات كلها مع بعض. بعد ما نخلتهم بدمجهم كتير منيح. هلا بضيف المواد السائلة فوق المواد الجافة وبحرك ببطء، بمزجهم شوي شوي كتير منيح. طبعا ما ببالغ بالتحريك. ضيف بالاخر ملعقة صغيرة من الفانيليا. هلأ شوفوا قوام ما في ولا نقطة طحين، وبدنا نصبهم نحطهم بالفرن. هلا هيك بعد ما مزجناهم شوفوا قوامه هيك ما شاء الله. لازم يكون الصينية مدهونة بزيت او زبدة والفرن محمى مسبقا. رح صبهم بالصينية ودخلها تاخد معي نصف ساعة. جهز الكريمة. عندي كوب من المي ضفتها بطنجرة. رح ضيف عليها 6 ملاعق طعام من السكر. ضفنا 6 معالق من السكر. ضيف ملعقتين طعام من الطحين، ملعقتين طعام من الكاكاو غير المحلى، نصف ملعقة او ربع ملعقة صغيرة من النسكافيه. حركهم على البارد ليدوب السكر والطحين. بس داب بشعل عليهم وبضلني عم حرك لحتى يتقل معي القوام. هيك القوام صار تقيل ما شاء الله. هلا بضيف بمحضرة الطعام. ضيف ربع كوب من الزيت النباتي وبدمجهم مع بعض. ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا. هيك القوام لازم يكون. هلا بس يبرد راح يتقل كمان معي. شوفوا ما شاء الله صوص بدون حليب واقتصادي نباتي ما شاء الله. هاي الكيكة بعد ما طالعتها دقيقتين استنيت عليها بعدين قلبتها. هلا راح ابدا زينها بالصوص. شوفوا ما شاء الله قوامه. شوفوا ما شاء الله. حطيت شوي من جوز الهند وهي شوي من الشوكليت، وهيك ما شاء الله صارت أطيب كيكة نباتية جاهزة معنا. delicious. أطيب كيكة من إيد ماما.